بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، وعدنا بمثل البدء والعود أحمد في حلقة جديدة من حلقات برنامج فاسألوا أهل الذكر. باسمكم وباسم البرنامج دعوني أرحب بضيفي فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمشاهدي قناة السلام. حياك الله. دعونا نذكر متابعينا أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شبكة سلام الإعلامية. طيب، بداية شيخنا، موضوع حلقتنا اليوم هو استكمالا لما بدأنا الحديث فيه في الحلقة السابقة عن الآداب والتعاليم الإسلامية المنسية. دعنا بداية شيخنا نكرر ما ذكرناه. ما هي الآداب الإسلامية؟ ما هي التعاليم؟ ما هو المسمى التي يجب على الناس أن يعرفونه في هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإسلام أو الرسالة المحمدية هي رسالة تصنف في علوم الأديان بأنها من الرسالات التي تعتبر الأشمل والأكمل، إذا اعتبرنا أن هنالك رسالات الحد الأدنى ورسالات الحد الأعلى. فبعض رسالات الحد الأدنى هي فقط تتناول عقائد وآداب وكذا، ولكن رسالات الحد الأعلى تشتمل على حياة الإنسان كلها، سواء في عقائدها، في تصوراتها، في سلوكها، في نظرتها للكون والإنسان والحياة. وبالتالي الإسلام من هذه الزاوية فهو دين شامل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فيما يتعلق بمنظومة الآداب، هي تندرج في سياق الأخلاق، والأخلاق في جوهرها هي تهذب الإنسان في علاقته مع نفسه وعلاقته مع ربه وعلاقته مع الآخرين. وبالتالي علم الآداب هو علم السلوك، يتعلق بسلوك الإنسان، بحيث يكون سلوك هذا الإنسان سلوكا قويما. عند تعامله مع الناس يتعامل بالروح فيها البعد الإنساني والبعد القيمي، وفيه حالة الطهر عموما المستصحبة في الشخصية المسلمة. فهي عموما تندرج، يمكن أن نقول بأنها إذا اعتبرنا مسألة الضروريات والحاجيات والتحسينيات، ستلاحظ أن قضايا الآداب بشكل عام تدخل في سياق هذا الجانب اللي هو سياق التحسينيات التي يكون معها الناس أكمل وأحسن وأجمل. وبالتالي هي أيضا مما يمكن أن نصنفه بأنه في المشترك الإنساني. فكثير من الناس تحب الصدق وتكره الكذب، تحب العدل وتكره الظلم، تحب النظافة وتكره الاتساخ، تحب الاحترام وتكره الاحتقار، وهكذا. يعني هذه كلها على كل القضايا لها علاقة بالأخلاق والقيم. وبالتالي صنف حقيقة علماؤنا في هذا الباب كتب مفصلة. فمثلا تجد الآداب الشرعية لابن مفلح، وتجد رياض الصالحين مثلا من الكتب التي يمكن أيضا نصنفها في هذا الاتجاه، وغيرها من الكتب اللي مختصة بهذا الباب، مختصة بباب الآداب الخاصة. جميل. هل الآداب والتعاليم الإسلامية التي وردت في الأثر أو جاءت بها النصوص القرآنية يجب أن يأخذها المسلم كأحكام شرعية يثاب فاعلها ويعاقب تاركها، أم أنها محض توجيهات ربانية؟ نعم، هي بالنسبة للمسلم حتى نصحح الصورة لدى كثير من الناس، كل أحكام أو كل أعمال المكلف بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية لا تخرج عن الحكم الشرعي. كل الأفعال، هذا الحكم الشرعي، يعني الإنسان الذي يريد أن يعمل عمل، هذا العمل الذي يريد أن يقدم عليه واحد من 5 أشياء. إما أن يكون هذا الفعل
عفوا. إما أن يكون هذا الفعل واجبا، وإما أن يكون مستحبا، وإما أن يكون مباحا إذا كان في دوائر الأمر. يعني عندما يكون المسألة فيها أمر، إما أن يكون واجب، وإما أن يكون مستحب، وإما أن يكون مخيرا فيهما. عندما يكون منهي عنه، إما أن يكون محرم إذا كان النهي فيه قاطعا وجازما وتترتب عليه العقوبات، وإما أن يكون نهي غير جازم ويكون تركه أولى ولكن ليست عليه عقوبة فيكون مكروها. وبالتالي ستلاحظ بأن أفعال المكلف لا تخرج عموما عن هذه الدائرة. هنا نأتي بالنسبة لمسألة الآداب. ستلاحظ بأن كل الآداب التي شرعها الله تبارك وتعالى وسنها النبي صلى الله عليه وسلم ستجد إن إما أنها في دوائر الواجبات أو أنها في دوائر المستحبات. إما أنك تفعل فعلا واجبا وإما أنك تفعل فعلا مستحبا. في إطار المنهيات أيضا في قضايا منهي عنها وهي تحسن الخلق وتجود أفعال الإنسان، إما أن تكون أيضا محرمة وإما أن تكون مستحبة. هنالك بعض القضايا تقع في مرتبة المباح التي يمكن للإنسان أن يفعل فيها ما شاء. طيب دعنا نشرع في ذكر بعض الآداب المنسية. بعضها قد يكون لها أجر عظيم وتكون سهلة الفعل، مثل ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وكل حين. كيف ممكن للإنسان أنه يعني يتعايش مع هذا ويذكر الله دائما بدون كلل أو ملل؟ أحسنت. حقيقة مسألة الذكر طبعا لا تكاد تجد سبحان الله أمر يعني حث الله تبارك وتعالى عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم وطالب فيه بالكثرة مثل الذكر. اذكروا الله ذكرا كثيرا. والذكر ضد النسيان وضد الغفلة وضد السهو وضد التجاهل. فإذا أنت ذكرت شيء معنى حاضر هذا الشيء في ذهنك. ودعني أقول بأن موضوع الذكر هو فرع عن المحبة. فإذا أحب الإنسان شيئا ذكره. إذا أحب الإنسان شيء ذكره. ويمكن أقرب شيء يمكن للناس أن نمثل لهم من يحب معشوقه، والله المثل الأعلى. شخص أحب امرأة ستجد أحيانا يصل مرحلة الهلوسة حتى يقال عنه بأنه مجنون ليلى مثلا. نعم. لماذا؟ لأنها سيطرت على جميع جوانبه وجسده وتفكيره وخواطره وحديثه، حتى أنه يقال مجنون ليلى مرة ذات يوم أمام المصلين وقالوا بأن كان هنالك كلب يمر من قبلهم أو من قبل مجنون ليلى، فبعد أن مر عليهم قالوا: أما رأيت الكلب الذي كان من أمامك؟ قالوا: أنا ذاهب إلى ليلى لم أرى الكلب. كيف أنتم مع الله رأيتم الكلب؟ فهذه تقرب لك الحالة. تقرب لك الحالة، وهو أن الشخص الذي يحب شيء يذكره ويجول بخواطره ويلهج بذكره ويحرص على التقرب منه ويفعل ما يحب ويتجنب ما يكره. ولذلك الذكر يمكن أن نقول بأنه فرع المحبة، وهو حقيقة المحبة تكاد تكون جوهر العبودية لله تبارك وتعالى والاعتراف بإلهيته. فإذا أحب الإنسان الله تبارك وتعالى ازداد له ذكرا. وإذا كان قلت المحبة والعياذ أو انعدمت والعياذ بالله تجده غافلا ناسيا لذكر الله تبارك وتعالى. فيمكن أن نجمل: كلما رأيت الشخص ذاكرا لله دل ذلك على حبه لله، وكلما رأيت الشخص غافل عن ذكر الله دل ذلك على تراجع مقام المحبة عند الإنسان. وبالتالي كلما استحضرنا عظمة الله وكلما استحضرنا قدرة الله وعلمه وجلاله واستحضرنا نعم الله علينا، هذه المسائل إذا استحضرناها كلما قوي ذكر الله تبارك وتعالى وعظمناه. وبالتالي هذا الذكر هو الغاية في نهاية المطاف. لذلك لو اعتبرنا بأن هنالك غايات ووسائل ستلاحظ بأن الغايات العظمى التي ستدور حولها كل الغايات هي ذكر الله تبارك وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أورد الحديث في العشر الأول من ذي الحجة قال: العمل فيها خير قال: العمل ذكر الله تبارك وتعالى فيها لا يعدله شيء. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل إلا رجلا خرج بنفسه وماله ولم يعد منهما بشيء. فإذا لما جاء العلماء تكلموا في هذا الحديث قالوا لأن موضوع الجهاد هو ضمن الوسائل، وموضوع ذكر الله هو الغاية التي تدور فيها أعمال الإنسان. يعني في نهاية المطاف كل الأعمال يجب أن تقوي فيك ذكر الله تبارك. حتى الصلاة ونحن نصليها أدرجها الله ضمن باب الذكر. قال: وأقم الصلاة لذكري. أقم الصلاة لذكري في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها
ويذكر فيه اسمه. إذن الصلاة في باب الذكر. إذن لك أن تتصور أعظم ما نقوم به نحن من أركان الإسلام هو يندرج في باب إيه؟ باب الذكر. نعم. بالتالي إذا استحضر الإنسان هذا المعنى إن شاء الله يكون ذاكرا لله تبارك وتعالى، وأمر سهل لمن سهله الله عليه. يعني تصور بعض الناس يكون ذاكرا بقلبه حتى وهو جالس في المجالس. هو سهل، لكن قضية انشغال عامة الناس باليوم المعتاد، يعني بالذهاب إلى العمل والذهاب إلى المدرسة والتفكير في هذا والكلام مع الناس، قد ينسيه أو قد يشغله عن ذكر الله. هذه كلها للغفلة. نعم. لكن لا أحد يمكن إذا استحضر المعنى الذي تكلمنا عنه، معنى محبة الله ومكانة الذكر وما يحصل له من الذكر من عائدات دنيوية وأخروية، ستجده ذاهب إلى المنزل، راجع من المنزل، ذاهب إلى العمل، موجود حتى في مكتبه، وجد فراغ، وجد فرصة، إلا وهو يلهج بذكر. هنا نحن نتكلم عن سهولة الذكر، لا نتكلم عن الذكر الذي يحتاج منك إلى مراسم. إنه والله مثلا يعني شخص ما يريد أن يراجع القرآن الكريم قد يحتاج إلى أن يكون خالد، لكن مسألة التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ما تحتاج إلى أن يكون الشخص إلا الغفلة قد تشغل الإنسان وسيطرت هموم الدنيا أحيانا. لكن لو أدرك بأنه هذا الإنسان يستقوي على كل هموم دنياه بذكر ربه، هنا لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى. جميل. طيب دعنا ننتقل على صعيد اجتماعي شيخنا. في الآداب المنسية ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم من يبدأ بالسلام. نجد ما نعاصره في هذه الحقبة الزمنية شيخنا كثير من الانقطاع وكثير من عدم الوصل بين الإخوان وبين الأصحاب وما إلى ذلك، وأصبح شيء معتاد قضية الهجران والبعد. ما التفصيل في هذا وكيف نفرق بين من يجوز لنا أن نهجره ومن لا يجوز لنا أن نهجره؟ الأصل في علاقة المسلم بالمسلم هي الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. وصعب جدا إن والله يكون الإنسان هاجرا لأخيه. الأخ يحب، الأخ ينصر، الأخ يساعد، الأخ تلتمس له المعاذير عند خطئه، هذه طبيعة الأخوة. فالله سبحانه وتعالى عندما قال إنما المؤمنون إخوة ليبين لنا هذه المعاني، كل هذه المعاني يجب أن تكون حاضرة عند شخصية المسلم. لكن للأسف الشديد يعني فعلا الخصومات والتهاجر والمظالم بين الناس، وتزداد هذه المسألة خطورة عندما تكون بين ذوي الأرحام. يعني بين ذوي الأرحام يزداد فيها الإثم، لأن فيها هجران وفيها قطيعة رحم. نعم. وللأسف الشديد يمكن أن أقول كثير من القضايا هذه اللي ذكرتها لها علاقة بالأقرباء، فتجد في البيوتات القريبة جدا من بعضها البعض تجد فيها خصومات وتجد فيها هجران وتجد فيها أحيانا غياب تام لصلة الرحم اللي حقيقة أكدنا على أهميتها في عدد من حلقات هذا البرنامج. فبالنسبة لمسألة الهجران الأصل عدم القطيعة، الأصل عدم القطيعة، والأصل الوصل، والأصل السلام، والأصل التفقد، هذا الأصل الذي. طيب أحيانا الطبيعة البشرية قد لا يكون الإنسان بمرتبة الإحسان والفضل، ولكن قد يكون عايش في مرتبة العدل، وهو يقول لك والله آذاني فأوذيه، ضربني فأضربه، هذه مرتبة العدل، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أحيانا يكون الإنسان ليس في دائرة العفو والتسامح الذي يكون ومن عفا وأصلح فأجره على الله، يعني مقامه دون هذا المقام. أعطاك الشارع مدة 3 أيام في الهجر، هذا السقف اللي أنت مفروض غضبك بعد ذلك يحصل، يعني أساء إليك، هجرك، عمل المهم في شيء أغضبك من هذا الإنسان، يمكن أن تهجره لمدة 3 أيام. قال يلتقيان، النبي صلى الله عليه وسلم قال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خلال هذه المدة الخيرية أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن بدأ صاحبه بالسلام. بدأ صاحبه بالسلام، فهذا هو الضابط، يجب أن لا يتجاوز. بعد ذلك تدخل في دائرة الاعتداء، يعني إذا تجاوزت الحد المسموح به فإن الإنسان دخل في دائرة العدوان ودخل في دائرة التجاوز لحدود الله، لأن هذا يسمى حد. لما يضع لك الله تبارك وتعالى حدا شرعيا يقول لك أنت سقفك في الخصومة 3 أيام، إلا أن تكون طبعا هنالك قضية أخرى، مسألة الهجر الشرعي، إذا فيه والله شخص مثلا هو أذنب في حق الله وأذنب في حق العباد أو كذا، فأنت تهجره ليرتدع عن ذنبه، هذه قضية أخرى. مع أن هذه البعض أيضا يتوسع فيها لدرجة أنه يمارس الهجر ولا معنى له،
الهجر نفسه بهذا المعنى له طبعا تفاصيل وله كذلك ضوابط. فمثلا لا يقول شخص والله أنا أريد أن أهجر أبي أو أن أهجر عمي أو يعني هنالك دائما التهاجر يكون بين أشخاص متقاربين في الدرجات في المستوى يمكن أن يكون هنالك هجرا مؤثرا. يعني الهجر الذي يكون للعاصي في سبيل أن تحسن منه. فقد يكون عندك صديق يرتكب ذنب من الذنوب، نصحته تكلمت معه حرصت أن تبدأ في هجره، تقول له لن أصحبك حتى تترك. هذا الآن لا علاقة له بالخصوم التي ذكرناها. نعم. هنا لها علاقة بإصلاح هذا الشخص. هذه تمتد هذا النوع من الهجر. إذا شعرت أن هجرك بالنسبة له مفيد يمكن أن تستمر أكثر من ذلك. قد تهجره أسبوع، قد تهجره شهر، قد تقطعه إذا كان شعرت بأن والله هذا الشخص لا يريد أن، بالعكس أثره قد يتعدى عليك أو صورته السيئة قد تحسب أيضا عليك. قد تهجره هجرا كليا فتقول له أنا مستغني عن صداقتك، لأنه هذا من دائرة الأخوة العامة انتقل معك إلى دائرة الصداقة القريبة. الصديق طبعا أقرب من شنو؟ من المعنى بتاعت الأخوة العامة. فهذه هي الضابط، هذا هو الضابط عموما لمسألة الهجر. لكن ما نراه الآن من تهاجر مطلق وتقاطع في الأرحام وعدم انتفاذ للحكم الشرعي في هذه كل ذلك مما يدخل في مخالفة الآداب الشرعية للأسف الشديد. جميل. جرني هذا في الحديث عن المصالح المشتركة بين الإخوة، في الحديث عن الغيبة أو ما يحصل بين الناس في الحديث من وراء ظهورهم. قد يكون بعض الناس يقول لك أن هذا لها مثلا لي فيها مآرب أخرى أو لي فيها محاسن أستطيع من خلالها أن أحسن علاقتي مع الرجل أو أحسن مثلا علاقته بزوجته، فيتحدث عن الشخص من وراء ظهره. ما قولكم في هذا شيخنا؟ موضوع أن الشخص يريد أن يقوم ببعض الأعمال هي كذب، ولكن يريد من وراء الإصلاح. دي منضبطة تقريبا 6 أحوال يجوز للإنسان أن يكذب فيها للإصلاح. نعم. واحدة منها عملية أن يصلح الرجل ما بين الزوجين، حصل خلاف فيقوم شخص بإرادة الإصلاح أن يحاول تحسين الصورة أو ينقل من الكلام ما ليس بحقيقة، لكن مراده في ذلك الإصلاح. هذه قضية أخرى. لكن عندنا موضوع الغيبة، هذه التي للأسف الشديد سماها الناس الآن فاكهة المجالس. يعني صارت ما شاء الله لا تحلو المجالس إلا بالغيبة. ضابط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أول الآية واضحة ولا يغتب بعضكم بعضا، فالغيبة مرفوضة. آية الحجرات هي آية الآداب عموما، هذه السورة العظيمة فيها ما شاء الله حتى أحدهم سماها الحجرات لأنها تنتقل بك من غرفة إلى غرفة في الآداب. آداب مع الله، الآداب مع رسول الله، الآداب مع الأخوة، وهكذا. على كل في آداب الإخاء وآداب العلاقة بين المسلمين عدم الغيبة فيما بين. إذا نهى الله تبارك وتعالى هذه السورة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك، وهذه سبحان الله من خصائص السنة النبوية أن الأمر القرآني يرد إجمالا، فتأتي السنة لتبين معنى الغيبة. أنه أثناء نزول القرآن قد يكون هنالك معنى متعارف عليه وأحيانا معنى غير متعارف عليه. قد يكون متعارف عليه لغة لكن تأتي الشريعة لتحدد المعنى الشرعي المراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حدد لنا ما المقصود بالغيبة في هذا الحديث. قال ذكرك أخاك بما يكره. ضابط عام. أي شخص تتحدث فيه من ورائه بأمر ما لو إذا سمعه لكرهه فهي غيبة. هذا الضابط العام. إذن أي شخص يريد أن يتحدث عن شخص آخر بصورة جيدة إذا سمعها تكون مفضلة عنده ومحب لا حرج، لكن أن تذكره بسوء أو أن تذكره بما يكره أو أن تعيبه أو أن تسقط مكانته أو أن تحاول أن تجرده من مكانته وكرامته، فإن ذلك من الأشياء التي نهى الشارع عنها وتخالف الآداب الشرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك. طيب في إشكال. قال يا رسول الله أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فهي الغيبة. إن كان فيه ما تقول فهي إيه؟ فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذاك يسمى بهتان. الإنسان الذي يأتي البهتان العظيم والعياذ بالله هذه قضية طبعا كبيرة جدا. ولذلك لا بد للإنسان أن يجتنب هذه التي سميت بفاكهة المجالس، ويحرص على أن يمسك الإنسان بلسانه. وعدت طبعا بطبيعة الحال هذه من الكبائر التي صنف فيها العلماء كثير من الكتب يعني. جميل. والاستثناء هذا في 6 مواضع. الاستثناء في 6 مواضع، يعني واحدة منها موضوع عن الإصلاح بين
بين الزوجين. نعم. أذكر أن أحد الشعراء جمعها في قوله: القدح ليس بغيبة في ستة، نعم، متظلم ومعرف ومحذر. أحسنت. نعم. صحيح، المتظلم الذي يأتي أمام القضاء ليعلن مظلمته، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. متظلم ومعرف. المعرف طبعا هنا تأتي، يعني مثلا جاءتك امرأة تسألك عن شخص، قالت لك أنا فلان تقدم إلي، قال أما فلان فهو صعلوك، وأما فلان فلا يضع عصاه عن كتف. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الحال كما هو، فهنا تعريف وليس لا تريد التنقيص من، وهي تدخل في باب النصيحة. هنا رجحت النصيحة على الجانب الآخر، لأنه سيبنى على هذا القرار مستقبل هذا الشخص. نعم. فهذه القضايا محذر هنا تأتي في قضية أنك والله تريد أن تحذر شخص من سلوك شخص، إنه والله عندك مثلا رأيت شاب يذهب مع شاب آخر وأنت تعرف أن أحدهما مثلا يقع في محظور، فهنا من باب النصيحة أيضا تنبهه وتحذره، وخاصة أهل البدع وأهل الفجور هؤلاء يحذر منهم، فهنا لا تدخل في باب الغيبة. ومظهر الفسق اللي هو المجاهر بمعاصيه لكن هذا مهم جدا، لا بد أن ننتبه إليه. بعض الناس يقول لك هذا مجاهر وبالتالي يستبيح كل ما، لا، ليس هكذا. حتى هذا المجاهر يجب أن يكون الحديث حوله من باب الإصلاح وليس من باب التشفي أو التشهي. لا، إذا كان هنالك مصلحة في الحديث عنه لأنه مجاهر بمعاصيه، صح، حاله هنا يكون أهون من حال الشخص مستور الحال. نعم. ومستفتن، المستفتي هو طبعا الذي يأتي ليسألك عن حكم شرعي وتنزل أنت الفتوى على هذا الحكم الذي سألك عنه. فهذه الاستثناءات عموما. نعم. في موضوع الغيبة. نعم. طيب، ونسينا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. نعم، هذه ختامها. نعم. طيب، دعنا ننتقل أيضا على صعيد الآداب المنسية، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وأيضا من آدابه أنه ما عاب طعاما قد يفعل الناس هذا وقد لا يفعله. غالبا ما نجد بعض الناس يقول لك أن الأكل من متع الدنيا ولا أريد أن أتقيد فيه بأي تقيد أو بأي شيء يلزمني فيه، فبما أنه متع دعني يعني أخوض فيه بما أستطيع. ما رأيكم في هذا؟ هو سبحان الله، طبعا المسلم مسألة الخوض بلا حد هذه ليست عندنا أصلا، يعني ما في حاجة اسمها والله أنا أخوض مع الخائضين، أنا هذه منهج آخر يعني. نعم. بالنسبة للمسلم يحرص على أن يكون كل حركته وسكنته وسكناته كلها تكون مقيدة بشرع الله تبارك وتعالى، سواء كان في الواجبات أو في المستحبات أو في المباحات، فعليها أن يتقيد على كل بالآداب الشرعية. فيما يتعلق بموضوع الأكل هنالك ضوابط تتعلق بالكيفية التي يتعاطاها الإنسان، وفي جوانب تتعلق بجوهر الطعام نفسه، هل هو حلال أم هو حرام. هذه كل أحكام الآن ابتداء علي أن أتأكد هل هذا الطعام فعلا هو طعام حلال أم ليس حرام. أول شيء، هل هو والله من ما يحل لي أن أكله؟ إن كان ليس مما يحل كأن يكون لحم الخنزير مثلا فإنك لا تأكله تلقائيا، أنت امتنعت من البداية عن أكله. النقطة الثانية، افترضنا أن هذا الطعام حلال، تبدأ في الكيفية التي تتناول بها هذا الطعام، مثلا أن تبدأ بالتسمية، وأن تأكل مما يليك، وأن لا تتجاوز الحد، ثم أيضا التقسيم في البطن بحيث الإنسان لا يمتلئ منه، قال ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه. هذه كلها آداب طبيعة الحال. ثم أن تحمد الله تبارك وتعالى، ثم أن تلعق الأنامل، هذه كلها آداب. وبالتالي سبحان الله لو نظرنا إلى هذا الدين بكليته ستلاحظ لا توجد قضية إلا ولله فيها حكم. ولذلك الأخضري كان من مقولاته في كتابه المصقر عند المالكية: ولا يجوز لمسلم أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. يعني كل قضية لك فيها حكم، قد تجهله وقد تعلمه، من كان جاهلا فليسأل ومن كان عالما فليطبق ما علم. هذه كلها على كل أحكام. وبالتالي فكرة إنه والله يا أخي أنا ليش الناس تقيدني بضوابط، لا، أنت مسلم ومقيد في نهاية المطاف بأحكام، وهذه الأحكام لمصلحتك. عندما يقول لك الشارع والله يا أخي أنت توسط في الأكل لمصلحتك ليس لمصلحة شيء آخر. نعم. إنما يقول لك والله أبدأ بسم الله لمصلحتك، أن فيها تحصين وفيها حفظ وفيها كذا. ستلاحظ أحكام الله تبارك وتعالى كلها شرعت لمصالح العباد، ليس لله فيها غرض آخر. طيب، دعنا ننتقل أيضا للحديث عن آداب يوم الجمعة، ولكن بعد فاصل قصير بعد إذنكم شيخنا. متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان، انتظرونا بعد فاصل قصير للحديث عما تبقى في هذه الآداب المنسية.
الأسرة تلعب دور كبير جدا في حفاظ وتوريث الهوية الإسلامية والوطنية بالتحديد أيضا لأبنائها. الهوية الإسلامية موجودة، ولكن للأسف الهوية الإريترية أو الهوية الوطنية أمست. إنما أصبح الطلاق الآن تحت مظلة الزواج، أصبح هناك طلاق داخل بيت الزوجية. الطلاق النفسي والطلاق العاطفي هو الأكثر انتشارا في الواقع الحالي مع الأسف الشديد. إنه المتطوع نفسه ما يكون فاهم رسالة الجمعية أو العمل التطوعي اللي هو بيشتغل فيه. الأسرة الإريترية في الخارج كيف تحافظ على نجاحها وسعادتها في ظل الغرب مثلا؟ وهذا البرنامج يتناول تاريخية اللغة العربية في مر العصور والدهور، ومن حيث نهضتها وانتشارها. كان العديد من جهابذة العربية من أصول غير عربية تنوعت بين الفارسية والرومية وصولا إلى بربر المغرب العربي. ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم، هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله، وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقف جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقف. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القديم الأول والآخر الباقي بلا تحول. أكرم بقوم أكرموا القرآن، وهبوا له الأرواح والأبدان. وكما قال الشاعر: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيد.
عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل في كل مكان في استكمال حلقتنا لهذا اليوم، ونذكر أننا في صدد استقبال أسئلتكم واستفساراتكم وفتاويكم عبر الأرقام الظاهرة أمامكم في الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك على شبكة سلام الإعلامية. طيب، عودا على بدء شيخنا، تحدثنا قبل الفاصل عن يوم الجمعة وآداب يوم الجمعة. دائما أو كثير من الناس ما يعتبره يوم إجازة ويوم نوم، ويذهب إلى صلاة الجمعة في الدقائق الأخيرة أو وقت الإقامة أو وقت الصلاة. ما قولكم في هذا شيخنا؟ ما هي الآداب التي يجب على المسلم اتباعها؟ طيب، أول بالنسبة ليوم الجمعة هو يوم مميز بالنسبة للمسلمين، وإذا قلنا والله في أعياد سنوية فإن الإسلام أكرمنا أيضا، وأنعم الله تبارك وتعالى علينا بعيد أسبوعي وهو عيد أو مناسبة يوم الجمعة. هذا اليوم تميز بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يوم خلق فيه آدم، ويوم دخل فيه الجنة، وكذلك أخبر بأنه يوم الذي يبعث فيه الناس. إذن فهو يوم عظيم، ودائما ما الشريعة تربط ما بين عظمة الأيام، عظمة الأزمنة، وتربط كذلك الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الإنسان. وبالتالي هذا اليوم له مناسبة. إذا كان أعيادنا الأخرى مرتبطة بمثلا صلاة العيدين، فإن هنا عندنا صلاة الأسبوعية اللي هي صلاة يوم الجمعة، وبالتالي يجدد فيها الإنسان العهد مع الله سبحانه وتعالى، ويجدد فيها كذلك اللقاء مع المسلمين. فالجمعة ستلاحظ بأنها تخدم أمرين أساسيين، فيها جانب تعبدي وهو الصلاة التي يصليها الإنسان لله تبارك وتعالى، وهي طبعا وجوبها آكد من بقية الصلوات، لأن الله تبارك نص عليها في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. بقية الصلوات ربما جاءت مجملة أنه نحن نأتي إلى، لكن صلاة الجمعة من حيث الترتيب ستجدها بأنها أكثر تأكيدا في وجوبها، لأن الله نص عليها بهذه الصورة. الأمر الثاني في جماعيتها أيضا أكثر تأكيدا. لكن للأسف الشديد الناس طبعا ارتبطت عندها مسألة الجمعة بالإجازة والعطلة والنوم، فيتصور بأنه والله يوم الجمعة هو يوم الراحة ويوم النوم والخروج من الالتزامات، لكن هو يوم حقيقة للشحن الروحي إنجاز التعبير، ويوم يعني يستعد فيه الإنسان لملاقاة ربه، ويكون ذلك مع مبتدأ صلاة الفجر. ستلاحظ بأن يوم الجمعة يبدأ معنا من صلاة الفجر، ويمكن أن يبدأ معنا من قبل ذلك، يعني يمكن أن يكون البداية من غروب الشمس الجمعة، يعني نهاية الخميس غروب الشمس، يبدأ من هنا ممكن ليلة الجمعة. فليلة الجمعة نفسها فيها ما شاء الله مثلا يبدأ معها مثلا قراءة سورة الكهف، سواء في ليلتها أو في يومها، ثم تأتي بعد ذلك صلاة الفجر، فيكون من وفق في صلاة الفجر في إمام يقرأ له مثلا سورة السجدة ويقرأ معها الإنسان، وهكذا تبدأ على كل طوال اليوم. سبحان الله تظل هنالك مجموعة من الأعمال، منها مثلا موضوع الاغتسال، موضوع التطيب، موضوع اللي هو غسل الجمعة، ثم أخذ الطيب، ثم التبكير إلى صلاة الجمعة، ثم عدم تخطي الرقاب في صلاة الجمعة، وأن ينتهي الإنسان حيث ينتهي به الصف، وأن لا يتخطى عموما الرقاب، ثم يحرص الإنسان أن يذكر الله تبارك وتعالى ما استطاع إلى أن يصعد الإمام المنبر، ثم يلزم الصمت وعدم الحديث. للأسف الشديد هذه طبعا ظاهرة خصوصا نراها في بلاد العجم أكثر ظهورا، وهي الحديث، الانشغال بالموبايل، والإمام تجده يخطب والناس شغالة ما شاء الله موبايلات على أثناء هذه كلها طبعا من المخالفات. حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لشخص لمن هو بجواره مثلا صح أو أسكت أو لا، هذه كلها قال فمن قال لأخيه صح فقد ثم التبكير، بحيث يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا اليوم تحضره الملائكة، وأن الملائكة تطوي صحائفها عندما يصعد الإمام. هذه المعاني العظيمة حقيقة عندما يستحضرها الإنسان فستجد أن لجمعته معنى، وستجد أنه يستحضر أبعادا روحانيا. ثم نجد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنا، من جاء في الثانية كأنما قرب بقرة، ومن جاء في الثالثة كأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الأخيرة كأنما قرب بيضة. هذه كلها من القضايا حقيقة مهمة جدا الالتفات إليها. طيب، دعنا نستقبل اتصال شيخ الفاضل. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا في الفاضل، تفضل. اسم الكريم من يتكلمنا؟ محمد من السودان. أهلا وسهلا أستاذ محمد، تفضل سؤالك. أولا حياكم الله وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج، نسأل الله أن يديم نفعكم.
اللهم آمين. شاكر لك. الله يعطيك. عندي سؤالين حقيقة للشيخ حسن. تفضل. السؤال الأول عن الشعر المستعار للمرأة أو ما يسمى بالباروكة، ما هي مشروعيته؟ تمام. والآخر؟ والسؤال الثاني، عندنا في القضارف يتم تخزين السمسم في موسم الحصاد، وينتظر التجار حتى يأتي موسم الندرة ويقومون ببيعه بالأسعار عالية. نعم. فما هي مشروعية هذا الأمر؟ تمام. يعطيك العافية أستاذ محمد، شاكر لك اتصالك وننتظرك إن شاء الله في حلقات قادمة. طيب، عودا على بدء شيخنا، من في حديث مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم في من يضيع الجمعة ل3 جمع متتالية. نعم طبعا هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى، لأن بعض الناس للأسف الشديد يتساهل في الجمعة، بينما سبحان الله كثير من العوام تجده يضيع الصلوات ولكنه يحرص على الجمعة. نعم. يعني فالناس على كل متفاوتة في ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من فاتته 3 جمع من غير عذر ختم الله على قلبه، وهذه إشكالية كبيرة جدا، وهو فيها دليل على عظم التساهل في حضور الجمعة أو عدم الصلاة الجماعية في يوم الجمعة أو التراخي فيها بحيث الإنسان والله ينظر إليها كأنها شيء عادي. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على خطورة هذه المسألة، وفيها سبحان الله جوانب اجتماعية كبيرة جدا، وهو أن الإنسان عندما يأتي مع المسلمين هذه المعية العظيمة التي تتنزل فيها رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله يرحم بهذا الجمع الكريم كثير من المفرطين والمقصرين، فوجود الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، حتى لما ذكروا في بعض الأحاديث أن شخص يكون حاضر في مجلس للذكر ولكن له غرض آخر غير الذكر، فقال هو منهم ببركة حضوره هذا المجلس. فعلى كل موضوع الجمعة أهميتها كبيرة جدا، لا بد من الانضباط في ذلك. جميل. طيب شيخنا، أيضا من الآداب المنسية السلام، وما حول من تالي إلى عادة سيئة، أصبح المرء لا يسلم إلا على من يعرف، ولهذا آداب نصت عليها الشريعة الإسلامية شيخنا. طبعا هو يعني موضوع السلام الإسلام جعله شعاره، واقتبس اسم الإسلام من السلام أو هكذا اشتقاق هكذا، يعني هنالك تداخل بين السلم والسلام والإسلام، هذه كلها معاني، ومن أسماء الله تبارك وتعالى السلام، المؤمن المهيمن السلام. فجاءت الشريعة للقول بإفشاء السلام، أفشوا السلام، وأفشي السلام هذه واسعة، للأسف الشديد بعض الناس أيضا ضيقوها. نعم. يعني الله تبارك وتعالى مثلا لما قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن، هذا العام، هذا العموم الذي ينبغي أن يكون. ثم أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على إفشاء السلام، وإفشاء السلام هو عملية نشر السلام، ويبدأ السلام من السلام الفردي ليصل بنا إلى السلام العالمي. هذه هي الرؤية الكلية التي ينبغي أن يتصورها الإنسان، سلاما على مستوى الأفراد، ثم سلام على مستوى الشعوب، ثم السلام على مستوى العالم. أفشوا السلام. نعم. فقضية أن الإنسان ينكفي فقط في سلامه على من عرف، هذه إشكالية كبيرة جدا، فيها على كل قصور عن هذا المقصد العظيم وهو مقصد السلام، وقصور كذلك عن الأجر المترتب في السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من قال السلام عليكم 10 حسنات، السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 30 حسنة. فأنت مع كل سلام تسلمه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحصل على هذا العداد. فالإنسان لماذا يفرط في هذا الموضوع؟ لكن هنالك نقطة مهمة جدا سبحان الله، من خلال تتبعي لأحاديث السلام وجدت بأن هنالك 5 خصائص في السلام، منها أفشوا السلام يحصل المحبة بينكم، والله لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. إذن إفشاء السلام فيه محبة. في حديث آخر يقول أفشوا السلام كي تعلوا، وكأنما المجتمعات التي ترتقي فيها نسبة السلام الاجتماعي والسلام السياسي والسلام الأمني فإنها أمة تعلو، والأفراد كذلك، أفراد الذين يشيعون السلام يعلون في مجتمعاتهم ويعلون كذلك عند الله سبحانه وتعالى. إذن أفشوا السلام تحابوا، أفشوا السلام كي تعلوا، أفشوا السلام تسلموا. وهنا طبعا يعني حتى تكون الصورة واضحة، إفشاء السلام صحيح هي ظاهرة لفظية ابتداء، لكن السلام الذي نتكلم عنه أوسع من السلام
السلام العادي، يعني لا يمكن أنت والله تفشي السلام بلسانك وتحدث الخراب بأفعالك. فالسلام الذي نتكلم عنه هو السلام الشامل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام. فالسلام هو أمن للناس في أرواحهم، في أعراضهم، فإفشاء السلام هي حالة مجدة. النقطة الرابعة النبي صلى الله عليه وسلم قال إفشاء السلام فيه رضا الرحمن، يعني رضا الله تبارك وتعالى في السلام. الخامسة قال أفشوا السلام فإن فيها دخول الجنان. الأحاديث سبحان الله عندما تجمع هذه الأحاديث ستلاحظ فيها العلو، تلاحظ فيها المحبة، تلاحظ فيها السلامة، تلاحظ فيها رضا الرحمن، تلاحظ فيها دخول الجنان. فالمسألة ليست بسيطة كما يتصورها البعض، بحيث والله يعني يتعامل مع هذا السلوك، وإنك هي حالة ضمور عام، ضمور التدين في العام في سلوكنا يؤدي بطبيعة الحال إلى هذه الآداب نفسها تختزل، إما تختزل في معاني شكلية، وإما أيضا تفقد معناها وتفقد مقصدها، بحيث والله الإنسان يأتي فقط إلى من يعرف يسلم عليه ومن لا يعرف لا يسلم عليه. الإسلام حرص على أنك أنت والله تسلم بل تصافح، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا تصافح التقى المسلمان فتصافحا تحاتت سيئاتهما وذنوبهما. هذا كله من الأشياء المحفزة عن قضية السلام. جميل. الأخ محمد السوداني يسأل عن مشروعية الشعر المستعار، وهل لهذا علاقة مع الوصول أو الوصلات اللي يضعونها النساء؟ عند التحقيق في النصوص الواردة وفي أقوال الفقهاء، حتى لا يطول بنا الآن التفصيل، هو تفصيل طويل جدا، لكن الراجح الذي حقيقة الواحد تطمئن إليه النفس، الوصل المراد في الأحاديث الواصلة والمستوصلة هو ما اتصل بشعر المرأة بحيث يشبه شيئا من شعرها وفيه تزييف وفيه تضليل. أما الباروكة المعروف إنه والله تركيبتها عند الناس يعرفون أن هذه المرأة لابسة للباروكة، سواء ذهبت بها في المناسبات أو تزينت بها لزوجها، هذه الصحيح أنها لا تدخل في النهي الوارد في موضوع الواصلة والمستوصلة. جميل. ماذا عن تخزين السمسم وبيعه بعد حصاده؟ على كل في موضوع السمسم أو العيش بشكل عام، خلينا نقول بأنه والله إن كان ما يتم احتكاره وحجزه وحبسه إلى وقت الغلاء، إن كان يتعلق بأقوات الناس لا يجوز لا يجوز حبسه في المخازن والناس محتاجة إليه. لكن إذا كانت المسألة لا علاقة لها بقوت الناس والأسواق موجود فيها الزيوت وموجود فيها الوفرة عموما في ما يحتاجه الناس من طعامهم وقوتهم، فهنا لا حرج أن التاجر يحبس بضاعته حتى يحصل فترة أنه يبيعها مثلا في اللحظة التي يكون فيها ارتفاع في الأسعار، أو بعضهم أيضا يكون أصلا نوع الزراعة التي يقوم بها يكون المقصود منها التصدير، والتصدير هو يحرص أن والله يصدره في وقت تكون فيه الأسعار العالمية مثلا. فهذه على كلها قضايا يمكن إن شاء الله ضبطها، فمسألة الاحتكار عموما تخضع لهذا الضابط. جميل. حاجة الناس. يسأل سائل أيضا عن صلاة الفرد مع وجود الجماعة في نفس المسجد بحجة الاستعجال. على كل الاستعجال هنا إذا كان استعجالا ضروريا فلا حرج، إذا كان استعجالا ضروريا فلا حرج، لكن أن يقول والله بس مستعجل وشايف الجماعة متأخرين في الصلاة وليس هنالك ما يفوته من أمر ديني أو دنيوي، فهنا لا يجوز له أن يفارق المسجد، بل هنا المفارقة قد توصف بأنها نفاق، خاصة بعد أن يؤذن الأذان لا يجوز للمسلم أن يخرج إلا أن يصلي. لكن أحيانا يكون شخص مثلا لاحق، يعني تجد مثلا بعض الناس لاحق مثلا مستشفى، عنده مريض، عنده بص معين بيأتي في ساعة معينة، فإن فاته العمل. هذه كلها اعتبارات على كل يمكن للإنسان إن شاء الله أن يجد فيها الرخصة في الاستعجال. جميل. من أيام قليلة كان هناك إثارة جدل في دولة إسلامية حول التداوي بلحم الخنزير، عفوا بدم الخنزير، ما هو رأيه الشرعي في هذا؟ برضو طويلة حقيقة، يعني موضوع هو الآن أول في طبعا الآن كثير من الاكتشافات قاعد تحصل وفيها تطور، وفي الناس طبعا يحصل تباين ما بين المجامع الفقهية وما بين الأفراد في الفتاوى. ابتداء نؤكد بأن التداوي بالنجاسات دون أن تكون هنالك ضرورة لا يجوز. التداوي بالنجاسات عموما لا يجوز. تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، فالتداوي يكون بما هو متاح، هذا الأصل. لكن نفترض أحيانا لا نجد ما هو حلال ليقوم الإنسان بالتداوي به،
فهنا على كل إذا ثبت بأن والله سواء في لحم الخنزير أو في دم الخنزير أو في دم الكلب أو لحم الكلب أو أي شيء من الحيوانات، إذا كان هنالك ضرورة ملجئة لهذا الموضوع فقد أباحه بعض أهل العلم حرصا على حياة الإنسان وتقديمها. فإن الإنسان عند الضرورة قد يأكل لحم الخنزير وقد يأكل لحم الميتة وقد يعني إلا ما اضطررتم إليه. فإذا كانت في حالة ملجئة واضطرار إذا لم نفعل الشيء قد يروح الإنسان أو نفقد روح الإنسان، فإن حكم الضرورة قائم. وتكلم على كل الشيخ القرضاوي بهذا الموضوع، وتكلم كذلك الشيخ ابن عثيمين بهذا الموضوع. جميل. في آخر سؤال شيخنا، سائل من السودان يسأل عن الجلوس بين الظل والشمس، هل هو مجلس الشيطان؟ وماذا إذا أوصى بها الطبيب من باب العلاج؟ هو على كل الحديث فيما أعلم أنه صحيح أن الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس الإنسان ما بين الظل والشمس، والعلة جاءت أيضا في الأحاديث نفسها وهو أنه مجلس شيطان. قضية أنه والله في بعضهم عللها بالنواحي الطبية وتعكير المزاج، وأن الإنسان عندما يكون جزءه في شمس وجزءه يعكر المزاج، لكن الحديث حدد بأنها مجالس الشيطان. لكن يشكل على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه أنه أو شوهد النبي صلى الله عليه وسلم جالس في الكعبة ومستظل بظلها ومتكئ عليها، بعضه في الظل والبعض الآخر في الشمس. فهنا عندما نجد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ونجد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ذلك، فإننا ننتقل بالفعل ننتقل بالقول من الوجوب إلى الاستحباب، وننتقل بالنهي من التحريم إلى الكراهة. فالصحيح أن المسألة هي فيها كراهة، فيفضل أن الإنسان يجلس في الظل ويتجنب المجالس التي تكون في هذا النوع من الجلسات. شاكرين لك شيخنا على ما قدمتم. الشكر موصول لكم أيضا أنتم متابعين ومشاهدين الأفاضل في كل مكان على حسن المتابعة. طابت أوقاتكم بكل خير. نشكر باسمكم فضيلة الشيخ الدكتور حسن سلمان. شاكرين لكم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. الحديث عن الهدي النبوي والآداب الإسلامية شيق ويطول، لعلنا نستكمله وإياكم في حلقات قادمة. هذا عبد الرحمن محي الدين يحييكم وينتظركم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh